انا مغسلة اموات، وفي يوم رحت اغسل واحدة. قبل ما ادخل لها وقبل ما اغسلها لقيت اهلها بيطلبوا مني طلب غريب جدا. ايه اللي هم طلبوه ده؟ حاجة محدش يتخيلها، وللاسف ما قدرتش انفذ طلبه. ودي المشكله اللي معانا النهارده. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل ونشوف حل مع بعض للمشكله، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات تحت. وصاحبه مشكله النهارده بتحكي وبتقول: انا مغسله اموات، جوزي توفى وعيالي صغيرين، وكان راجل ارزقي على قد حاله. وساعتها الجيران قالوا لي ما تقلقيش، احنا هنشوف لك حاجه تشتغليها. وانا الصراحه ما كنتش بشتغل وجوزي عايش، لكن قبل ما يموت كنت مغسله كذا حد من قرايبنا، وكنت بساعد يعني المغسلين وكده. المهم ساعتها حبايبنا قالوا لي مالكيش دعوه، اي حد هيتوفى هنقول لك تيجي تغسليه وتاخدي اللي فيه النصيب. وفعلا بقالي في الحوار ده بقالي كام سنه، سنين كتير جدا. وفي يوم كنت بغسل واحده عزيزه عليا جدا، وكنت زعلانه عشانها بطريقه محدش يتخيلها. فطبعا لقيت وانا بغسل اتصال جاي لي: ايوه نعم، في حاله وفاه وتعالي بضروري، والحاله دي انت هتاخدي منها فلوس قد كده. ساعتها الصراحه قلت لهم: ده انا قدامي لسه بغسل حاله ومعرفش هخلص امتى. قالوا لي بس ايه، حاولي تخلصي بسرعه وكلمينا. المهم استغربت، قلت لهم يعني انتوا عادي يعني ممكن تنتظروني؟ قالوا لي اه عادي مفيش مشكله، احنا ننتظرك في اي وقت. كنت مستغربه قوي. المهم خلصت اللي في ايدي، وكانت الحمد لله كان حسن خاتمه، وكانت ست غلبانه جدا وكلنا كنا بنحبها وما خدتش مني وقت خالص. المهم افتكرت الناس اللي كلموني عشان اروح اغسل واحده، رحت متصله بسرعه وقلت لهم انا فاضيه دلوقتي، هل الحاله لسه ما يعني اتغسلتش لسه؟ قالوا لي لا ما اتغسلتش، احنا مستنيينك انت. قلت لهم تمام، اوصفوا لي المكان وانا جايه حالا. المهم وصفوا لي المكان. اول ما وصلت هناك استغربت اكتر. المفروض لما بتبقى في حاله وفاه او في حاله فرح بيبقى بيدل ان البيت ده فيه فرح او في حاله وفاه، بيبقى باين طبعا، بيبقى في ناس داخله ناس خارجه، في حزن في البيت، ناس بتعيط، الكلام ده. لا، اول ما وصلت البيت اتصلت بيهم قلت لهم انتوا متاكدين ان العنوان ده صح؟ يعني انا واقفه قدام البيت بالظبط في الحته الفلانيه. قالوا لي اه صح كده واطلعي يلا. انا كنت مرعوبه وقلبي اتقبض فجاه كده، وكنت خايفه، حسيت ان الحكايه فيها ان سميت الله كده وقلت الاذكار في سري وطلعت وجمدت قلبي. المهم خبطت على الدور اللي هم قالوا لي عليه، لقيت واحده فتحت لي في سني مثلا اواخر العشرينات كده. اول ما دخلت لقيت الدنيا عادي، مفيش اي حد خالص، مفيش الا البنت اللي هي في اواخر العشرينات، وشاب طويل كده طول بعرض مثلا في الثلاثينات، وست كبيره في السن. قلت اكيد دي والدتهم وكده. المهم دخلت، مفيش عياط، مفيش حس، مفيش خبر. ايه يا جماعه، هو ده البيت اللي فيه حاله متوفيه؟ اه هو ده البيت. تمام، فين حاله الوفاه؟ قالوا لي في الاوضه اللي على ايدك اليمين. انت معاكي حاجاتك يعني وكده، ولا نبعت نجيب لك ايه والكلام ده؟ قلت لهم لا انا معايا كل حاجه، ولو عايزه حاجه هعرفكم كده. قالوا لي تمام. المهم ايه، دخلت وجوايا مليون سؤال. يعني هي حاله الوفاه دي تقرب لكم ايه، ولا ايه الدنيا معاكم؟ اول ما دخلت اتصدمت اكتر. لقيت بنت برضو في حوالي في اوائل العشرينات كده ونايمه قدامي. طبعا ابتديت ان انا اشوف يعني عن انا ابتدي ان انا اغسل. طبعا زعلت جدا اول ما شفتها. ليه؟ لقيت طبعا هارد جيل في ايديها، لقيت وشم في كذا حته في جسمها. طبعا اتضايقت جدا جدا جدا، وبقيتش عارفه اعمل ايه، وعماله ادعي لها بالرحمه والكلام ده. المهم ساعتها ناديت على والدتها، وناديت يعني على اللي فتحوا لي الباب. المهم قلت لهم وانتوا تقربوا لها ايه يعني وكده. البنت ردت قالت لي دي اختنا وكده، ودي ماما والكلام ده. مش باين عليهم اي اثر حزن خالص، يعني مش باين. المهم قلت لهم طيب تمام، بس يعني انا مستحرمه اغسل وكذا وشم في جسمها والهارد جيل والحاجات دي، يعني انا مش عارفه يعني اعمل ايه، عادي يعني ولا ايه؟ قالوا لي بصي لو عرفتي ان انت تشيلي الحاجات دي خير وبركه، وما تقلقيش احنا هنديكي فلوس كتير جدا، واللي انت عايزاه خديه والكلام ده. المهم قلت لهم مش على حوار فلوس، بس انا الصراحه يعني صعبان عليا ان هي تدفن كده، يعني ده هتقابل ربنا والكلام ده، وصعبان عليا جدا ان هي تدفن المنظر ده. معلش يعني هي ماتت ازاي يعني؟ معلش هو فضول بس مني. قالوا لي مفيش، اختي كانت بره وكده، وبعد كده اصحابها اتصلوا بينا وقالوا لنا الحقوا اختكم وقعت. فعلى ما نقلناها المستشفى وكده رحنا قالوا لنا ده جالها هبوط في الدوره الدمويه بسبب ان هي شربت حاجه يعني وكده. قلت لهم اه ربنا يا رب يرحمها ويحسن
ختامنا وكده. المهم كنت متضايقه قوي كميه البرود اللي هم كانوا فيه. المهم قالوا لي فحاولي بقى ان انت ايه تنجزي بسرعه، وحاولي ان انت تشيلي الحاجات دي لو عرفتي، والكلام ده. ما عرفتيش خلاص مفيش مشكله. قلت لهم الصراحه انا يعني صعبانه عليا جدا ان انا ادفنها بالمنظر ده. طيب انا بصوا هحاول. المهم ايه، قعدت افكر اشيل الحاجات دي ازاي، ده وشم يعني مرسوم على الجسم، مش هعرف طبعا، ليه ادوات وليه حاجات ولازم تتعمل والكلام ده، والهارد جيل ده انا مش عارفه، يعني انا مش عارفه اعمل الحاجات دي خالص. وحسيت ان انا فشلت، وكنت بفكر ان انا اغسل وخلاص. لكن كل ما ابتدي اغسل احس ان انا في حاجه منعاني، في حاجه منعاني ان انا اغسلها واكفنها بالمنظر ده. المهم قعدت افكر يمين شمال مين اللي يقدر يساعدني. المهم اتصلت بواحده اعرف يعني عندها كوافير كده في منطقتنا وبتاع. اتصلت وحكيت لها على كل الحوار، قالت لي خلاص اديني العنوان وما تقلقيش انا هاجي وهعمل اللي انت عايزاه. المهم اتصلت بيها وقلت لهم يا جماعه في واحده هتيجي تعمل 1 2 3، وطبعا ايه المفروض ان انتوا تحاسبوها وكده، انا مش عايزه حاجه، انا هاخد بس تمن ايه غسيلي للبنت، انا مش عايزه اي حاجه. فطبعا قالوا لي ماشي مفيش مشكله. المهم الست اللي انا اتصلت بيها دي جت وعملت كل حاجه. اي نعم خدت مني وقت كبير جدا وهي بتعمل الحاجات دي، على ما خلصت خالص كانت صعبانه عليا قوي البنت، يعني جسمها اتبهدل خالص على ما خلصنا الحاجات دي. طبعا ابتديت ان انا اسمي الله واغسلها والكلام ده وكفنتها، خدت اجرتي ومشيت. لكن طول ما انا ماشيه في الطريق وانا حزينه وزعلانه جدا. وطلعت ان انا احكي النهارده القصه عشان تكون عبره وعظه لاي بنت سمعاني. ليه بتحب تلعبي في شكلك؟ دي خلقه ربنا اللي خلقنا بيها احلى ما يكون. ليه بتحبي تغيري وتحطي هارد جل وتعملي مش عارفه ايه في وشك وتعملي مش عارفه ايه في جسمك وترسمي مش عارفه ايه لازمتها؟ اهي بنت زي الورد حبت ان هي تقلد البنات اللي في سنها وتعمل الحاجات دي، وهوب بدون سابق انذار توفاه الله. وانا واحده كمغسله مش عارفه ان انا اتصرف ازاي او اعمل ايه في حاله زي دي. لكم ان تتخيلوا لو انا كان ضميري ما انبنيش ان انا اغسلها واكفنها بالمنظر ده، لكم ان تتخيلوا ان هي لما تتعرض قدام ربنا بمنظرها وبالوشم وبالحاجات دي كلها. يعني يا جماعه يا ريت يا ريت يا ريت، انتوا عارفين حساب اللي بيرسم الوشم والحاجات دي عند ربنا عظيم جدا. فيا ريت ان احنا بلاش نلعب في خلقه ربنا، بلاش ان احنا نعمل حاجات ربنا محرمها لينا، حسابها عند ربنا عظيم جدا. انت مش ضامنه ان انت تعيشي، ممكن في لحظه تلاقي نفسك وقعتي، هتعملي ايه ساعتها؟ محدش ممكن يقدر يساعدك. اهلها كانوا باردين جدا، لان انا اللي عرضت عليهم كذا مره ان هم يشيلوا الحاجات دي، اما هم ما مش في دماغهم. الله اعلم حالهم، ولا الله اعلم هم كانوا حياتهم معاها ازاي ولا ايه دنيتهم. فانا ماليش دعوه، انا كان كل اللي هاممني ان الحاجات دي تتشال من جسمها. عشان كده يا جماعه يا ريت اي بنت سمعاني حبي نفسك، حب خلقة ربنا، بلاش اللعب في خلقة ربنا. ولا البنات اللي بتقعد تعمل فيلر وميلر ونفخ الشفايف والكلام ده، بقيتوا مسخ يعني كلكم شكل بعض. معرفش ايه الحلو في كده، كل البنات بقت شكل بعض، مش عارفه اللي عامله لي ايه هنا، واللي نفخالي شفايفها، واللي ضربالي حواجبها، واللي مصغره لي مناخيرها. ايه لازمتها يا جماعه؟ ايه لازمتها؟ بقيتوا كلكم شكل بعض، مفيش اي فرقه ومش حلو. يا ريته يعني حلو مش حلو اللي بيلعب خلقة ربنا ده. يعني انا مش عارفه ايه لازمتها، بتعترض على خلقة ربنا مثلا؟ فبجد يا جماعه يا ريت نخلي بالنا من حاجه زي كده، ويا ريت نعمل حساب ان زي ما في دنيا في اخره وفي حساب وفي وقفه قدام ربنا سبحانه وتعالى. فبلاش نلعب بخلقة ربنا، بلاش ان احنا نقعد نكتب ونرسم ونعمل في خلقة ربنا، حرام يا جماعه. فانا حبيت ان انا اطلع النهارده واحكي عشان تكون عبره وعظه لكل اللي بيسمعني. ربنا يحسن ختامنا جميعا.